السلام عليكم ورحمة الله. أهلا ومرحبا بكم يا حبايبنا في مطبخ رودي عزومة مراكبية. مطبخ رودي عزومة مراكبية بيحييكم وبيتمنى لكم كل خير. يا رب النهاردة يكون يومكم كله سعيد عليكم وعلى أولادكم. أتمنى إن فيديوهاتكم تكون عجباكم ونالت رضاكم. والنهاردة هنعمل فيديو جديد هنكلمكم عليه إن شاء الله. النهاردة هنعمل إيه؟ هنعمل كرواسون بطريقة حلوة مبسطة وسهلة وهتطلع حلوة قوي. عايزينه تعملوه ساده هنعمله، عايزين تحشوه احشوه براحتكم يعني. هنقول لكم بقى على المقادير بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. معانا هنا كيلو من الدقيق المنخول. انا دايما زي ما قلت لكم انا بنخل الدقيق. معانا هنا بوله فيها كيلو دقيق منخول. معانا ربع كيلو من الزبده زي ما حضراتكم شايفين، انا وزناه وزن ربع كيلو. معانا هنا بيضتين، ذره ملح زي ما حضراتكم شايفين اهي، ومعلقه صغيره من البيكنج باودر، ومعانا 2 باكت خميره، 2 باكت خميره، ومعانا نص رتل من اللبن. احنا اهو نحطه هنا حتى نص رتل من اللبن، ومعانا حوالي ربع كوبايه سكر. ادي كل مقاديرنا: بيضتين، معلقه ممسوحه من البيكنج باودر، ذره ملح، 2 باكت خميره، نص رتل من اللبن يعني اقل من النص كيلو شويه دافي طبعا، ومعانا هنا ربع كوبايه من السكر. هنبتدي الطريقه ونشوف هنعمل ايه. اول حاجه هنعملها هنبتدي نحط البيكنج باودر دون المعلقه الممسوحه، وهنحط كمان ذره الملح زي ما حضراتكم شايفين، وهنقلب. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بنقلب كده كله ببعضه، ذره الملح مع البيكنج باودر، ونركنها على جنب كده لما نشوف هنعمل ايه تاني. زي ما حضراتكم شايفين معانا هنا حطينا جبنه بوله فاضيه، وحطينا اقل من نص رتل لبن شويه، شلنا منه شويه برضو لو عوزناهم هناخدهم، بس نبقى عاملين حسابنا. هنحط السكر زي ما حضراتكم شايفين، وهنحط الخميره، وهنقلب. بسم الله الرحمن الرحيم. هنقلبها كويس قوي ونركنها على جنب. زي ما حضراتكم شايفين كده ابتدينا حطينا البيضتين بتوعنا زي ما حضراتكم شايفين على الخليط بتاعنا دون اللي هو اللبن والسكر والخميره. هنبتدي نقلب البيض بتاعنا زي ما حضراتكم شايفين كده. هنخلط بس البيضتين بتوعنا اللي احنا قلنا عليهم. طبعا احنا حطينا ذره الملح وحطينا البيكنج باودر على الدقيق وقلبناه يعني جاهز. هنقلب تقليبه حلوه كده، وبعدين هنسيبها لمده 10 دقايق بس عقبال ما تتفاعل شويه. احنا كده بنقلب السكر، وبعدين نبتدي نعجن العجينه بتاعتنا. هنبتدي نسمي بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنبتدي نحط شويه من الخليط بتاعنا دون. بسم الله الرحمن الرحيم. وهنبتدي ان احنا نعجن العجينه بتاعتنا. بسم الله. زي ما انتم شايفين كده هنلم الدقيق على بعضه. لازم نلمه كده على بعضه، وبعدين ناخده على حاجه واسعه كده علشان لازم يتخدم شويه. فاحنا دلوقتي بنلم في العجين من البوله، وبعد ما نخلصه كده نرجع لكم تاني. زي ما انتم شايفين كده يا بناتنا حطينا ربع كيلو زبده، لازم تكون بحراره الغرفه زي ما انتم شايفين طريه. هنبتدي ندخلها معانا في العجينه كده. اول ما هتعجنوا شويه هتحسوا ان العجينه معاكم فصلت، بس بعد كده بتلم، يعني هتحسوا ان العجينه معاكم فصلت شويه وبعد كده هتلم نفسها زي ما انتم شايفين لغايه ما تلم معانا ونرجع لحضراتكم تاني. زي ما انتم شايفين كده يا بناتنا العجينه لمت معانا في الزبده زي ما انتم شايفين، بقت في منتهى الجمال اهي. هنشيلها نحطها في البوله ونغطيها. طبعا زي ما انتم شايفين اهي لمت كل الزبده. هنشيلها كده، هنجيب البوله اللي عجننا فيها هي برضو، هنشيلها كده ونغطيها لمده نص ساعه. قبل ما نشتغل فيها لازم تريح شويه زي ما انتم شايفين كده. هنجيب كيس تلاجة ونروح مغطيينها لمده نص ساعه، ساعه الا ربع حسب الوقت بتاعكم.
ونرجع نشتغل فيها تاني. بسم الله. ما شاء الله. العجينه بتاعتنا خمرت. هنبتدي ان احنا نرش لها رشه دقيق خفيفه كده. بسم الله بسم الله الله اكبر. بسم الله الله اكبر. زي ما انتم شايفين كده. بسم الله الله اكبر. العجينه بتاعتنا هنحاول كده ان احنا نلمها. بسم الله. زي ما انتم شايفين كده يا بناتنا، بنحاول نبطط العجينه بتاعتنا بطريقه متساويه. طبعا احنا في البيت مش في مخبز او في محل، فهنعمل قدر الامكان. بنحاول كده نبطط العجينه بتاعتنا زي ما انتم شايفين، وبنحاول نخليها مستطيله. العجينه معانا اللهم صل على النبي عامله زي الملبن زي ما انتم شايفين كده. هنمسك هنا الطرف ده. بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمله كده، وهنمسك الطرف ده هنعمله كده عليه. رشه دقيق خفيفه خالص برضو معانا فوق وتحت. رشه دقيق خفيفه خالص، وهنبطط برضو تاني. المره دي بقى هنجيب النشابه عشان نفردها زي ما شايفين حضراتكم. برضو فردناها كده زي ما انتم شايفين. بنحاول نخليها كده مستطيل قد بعضها. هناخد الطرف ده نعمله كده، وناخد الطرف ده برضو نعمله كده عليه زي ما انتم شايفين. هنرش رشه دقيق كده خفيفه، وبرضو ما نفردش بقى كده، لا نفرد العكس. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما انتم شايفين كده بنفرد برضو العكس كده. هنبتدي برضو نفرد. بسم الله الرحمن الرحيم. نرش رشه دقيق خفيفه خالص عليها، ونبتدي برضو نفرد شويه العجينه بايدينا، وبعد كده بالمنشبه. يعني نبتدي نفردها شويه بايدينا وبعدين بالمنشبه. نعملها كده مرتين ثلاثه، وبعدين نبتدي بقى نفرد الفرده اللي هي احنا هنقطعها. زي ما انتم شايفين كده يا بناتنا، عملناها مستطيل متساوي. حاولنا نسويها على قد ما نقدر. طبعا احنا اشتغلنا وقلنا ان احنا مش في مخبز، احنا في البيت، فعلى قد ما نقدر. فهنبتدي نعملها مثلثات. هنبتدي مثلا انا عندي هنا قطعه خشب كده، هنبتدي اعمل كده عشان اعملها مثلث. يعني احاول اعملها مثلث زي ما انتم شايفين كده، وهروح قطعه. قعدت ادور على حاجه يعني طويله صراحه ما لقيتش، فقلنا نقطع بديا زي ما انتم شايفين. نقطع كل قطعه من دول 2 زي دول كده زي ما انتم شايفين. هنبتدي نقطعهم كلهم ونرجع لكم تاني. شايفين يا بناتنا بعد ما قطعنا مثلثات هنبتدي نلف. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما انتم شايفين كده. بسم الله. ودايما نخلي القفله تحت بتاع الكرواسون نخليها تحت. القفله دايما تبقى تحت زي ما انتم شايفين كده. هنحطها كده على وشها. طبعا زي ما انتم شايفين كده بنعمله كده بالرص كده، بالرص زي ما انتم شايفين كده. بعد ما نرصه كده هنسيبه لمده نص ساعه برضو قبل ما ندخله الفرن. وندخله الفرن يكون حامي، ونشوف هندهن بقى بعد كده وشه ايه بالظبط. زي ما انتم شايفين يا بناتنا، ادوكم شايفين انتوا الجمال والحلاوه دي. خلصنا خلاص الكرواسون بتاعنا. وابتدى طبعا اللي عملته الاول خمر خلاص، ودول لسه يعني برضو اللي عمل بالاي يعني تحس ان دول خمر، ودول لسه عشان لسه عاملاهم لسه مخلصاهم. بس انا بوريكم الصاج اللي هو اتعمل الاول في منتهى الجمال. هندخله كده على فرن سخن درجه 180. قبل ما ندخله على الفرن السخن، اثناء ما الفرن بيسخن، تعالوا بقى ندهن الوش بتاعنا نشوف هندهنه ايه. جبنا بضايه ومعلقتين من اللبن، وهنبتدي ان احنا ندهن الوش بتاع الكرواسون بتاعنا. ندهنه كويس كده. ده الصاج اللي خمر اللي هنبتدي نحطه في البوتاجاز معانا. فهنبتدي ندهن الوش كده بتاعه قبل ما ندخله البوتاجاز. لو انتوا حابين تحطوا عليه سمسم اوكي، مش حابين اوكي برضو.
بس انا مش حابه احط عليه سمسم النهارده، يعني مش كل حاجه تحط عليها سمسم. زي ما انتم شايفين كده هندهن الوش، وهندخل الفرن البوتاجاز زي ما قلت لكم على 180، وبعد كده بعد ما يخلص هنطلعه ونوريه لكم احلى كرواسون ان شاء الله. زي ما انتم شايفين يا بناتنا الكرواسون بتاعنا خلص خلاص. قد ايه جميل، في منتهى الجمال. زي ما انتم شايفين كده الكيلو عمل لنا اللهم صل على النبي 7 و8، عمل لنا 7 و8 كام؟ 10 14، عمل لنا 14 قطعه. بصوا بقى القطعه بكام وبتجيبوها بكام من المحلات. دلوقتي هو خلص كده، سايبينه يبرد شويه ويهدى شويه، وبعد كده اللي عايز بقى يحط له شوكولاته نشوف هنعمل فيه ايه وهندلعه ازاي، واللي يحب يدلع معانا يتفرج علينا واحنا بندلع الكرواسون بتاعنا، ونحشيه بالشوكولاته ونحط من فوق شوكولاته كده ونشوف هنعمل فيه ايه. زي ما انتم شايفين يا بناتنا كان عندنا حته شوكولاته بيضه وسيحتها كده على حمام بخار، وبرده عندنا حته شوكولاته سمراء هنسيحها على حته بخار، نفس اللي هنعمله هنا نعمله هنا. عملنا خرم كده هنا فتحه بالحقنه بتاعتنا دي. الحقنه دي مخصصه مخليها انا شارياها للحلويات. هنبتدي ناخد هنا الشوكولاته بتاعتنا زي ما انتم شايفين كده. هنبتدي ان احنا نحط الشوكولاته جوه من البيضه فين، وبعدين هنزوقها من بره. كل اللي موجود ده هنعمله نفس ما احنا بنعمل كده. وبعد كده هنزوقها من بره زي ما انتم شايفين، بنحقنها كده وبعد كده بنزوقها من بره. هنزوقها من بره ازاي؟ هنحط لها برده شوكولاته بيضه كده زي ما انتم شايفين من بره. كل الكرواسون بتاعنا هنعمله كده، بس حبه بيض وحبه سمر، ونرجع له حضراتكم تاني. وبكده يا بناتنا نبقى خلصنا الكرواسون بتاعنا بطريقه مبسطه وجميله، وزوقناه زي ما حضراتكم شايفين بابسط حاجه عندنا بالشوكولاتات اللي موجوده عندنا. طبعا الفينش الاخير ده براحتكم او التزويق ده براحتكم. فزي ما انتم شايفين دي النتيجه بتاعت الكرواسون بتاعنا النهارده في منتهى الجمال. وده النهارده كان الفيديو بتاعنا اللي هو الكرواسون الجميل دون. اشوفكم على خير واشوفكم على خير. يا رب الكرواسون بتاعنا يعجبكم النهارده وينور رضاكم، وشكرا ليكم والسلام عليكم ورحمه الله. مع تحياتي مع تحيات مطبخ رودي عزومه مراكبيه، وشكرا.